الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. آية اليوم كما سمعتم قول الله عز وجل: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الآية التي تهز القلب هزا هزا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد كنت يا أيها الإنسان في غفلة في ملهى هذه الحياة الدنيا، تلهو وتلعب، تسمر، تضحك وتذهب وتجيء، كل هذا وأنت لا تدري عن أهوال يوم القيامة وأحوال يوم القيامة، وأنك ستلقى الله عز وجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في وسط هذا الزخم وهذا الملهى تأتي سكرات الموت، وهذه الآية في سياق حضرة الموت وخروج الروح من الجسد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. كل ده في سياق الموت وسكرات الموت. يرى ما لا يرى، عالم تاني يا اخوانا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حتى الأعمى في الدنيا هيرى، يكشف عنه الحجاب، يرى كل شيء، يرى ملك الموت، ويرى ملائكة العذاب، ويرى ملائكة النعيم، ويرى النار، ويرى الجنة، يرى كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. كل الإنسان، أي إنسان. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تأتي منيتك بأمر المولى سبحانه وتعالى، يأذن في الساعة الفلانية، في المكان الفلاني، في الوضع الفلاني، اقبض يا ملك الموت روح فلان ابن فلان، سمعا وطاعة بلا تقاعس. مفيش طب شوية كده اصل هو تعبان، اصل هو مش عارف ايه، لا 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 لا، مفيش الكلام ده. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي آية تانية: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الفه هنا في الأول، وفي آية تانية الفه في التاني. ده يدل على سرعة التنفيذ. فبصرك اليوم حديد. يأتي ملك الموت ومعه الملائكة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يقال ملك الموت يقول هذا الكلام: من راق؟ من سيرقى بهذه الروح؟ أملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ وقيل من راق، وظن أي وتيقن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق، تلتف الساق بالساق. هذه الروح تأتي من أسفل الجسد، أسفل الجسد من صوابع القدمين، تخرج هذه وتنسحب الروح حتى تبلغ الترقوة، التراقي. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. يأتي ملك الموت. إن كانت الروح مؤمنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وإن كانت والعياذ بالله كافرة ارجعي إلى ربك ساخط عليك غضبان، عياذا بالله. وسبحان الله، المؤمن نفسه تخرج بكل سلاسة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كأنها خرجت من في سقاء. زي ما تجيب شوية مية في الآخر كده وتصبهم كده، تنزل قطرات قطرات مستساغة، حاجة سهلة كده، تخرج الروح مستساغة.
ملائكة الرحمة تأخذ هذه الروح الطيبة وتجعلها في حنوط كله طيب وعطر وتكفنها وتزفها إلى السماء، تفتح لها أبواب السماء إلى أن تلقى ربها تبارك وتعالى، فيأذن المولى سبحانه وتعالى أن ترد هذه الروح مرة ثانية إلى الجسد. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الروح الكافرة عياذا بالله، وخلي بالك المؤمن بيقول إيه؟ يا رب عجل الساعة، رب أقم الساعة. الكافر بقى يؤتى بحنوط من نار، من حميم، وروائح خبيثة. اخرجي أيتها الروح الخبيثة، وتصعد إلى السماء فترد. ليه؟ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، ويرى مقعده من النار ويقول يا رب لا تقم الساعة، لا تقم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. الحاجات دي يا اخوانا كل ده بيحصل والروح بتخرج. الثواني اللي انت بتشوفها، انا والله انا يعني في حكايات حصلت معايا انا شخصيا انا مش هنساها. لذلك انا وانا بقرأ الايات بستحضر المشهد ده. يا ترى واحنا الملك الموت جاي لنا وبيخرجنا. وعلى فكرة في معلومة غلط الناس كتير بتقولها، يقول لك المتوفي مين؟ في قبل كده واحد قال المتوفي مين؟ قلت له الله. المتوفي ده اسمه فاعل اللي هو الله سبحانه وتعالى. عايز تتكلم بقى باللغة العربية الفصحى قول ايه؟ المتوفى مين؟ فلان. فبقول لك حسابات تانية يا اخي، حسابات تانية، بتشوف حاجات تانية. لا يعرف ياكل ولا يعرف يشرب، عايز يقول اللي هو بيشوفه ما يقدرش. وياما قلت لكم القصة اللي حصلت معايا، الراجل اللي هو احتضر قدامي وشفته وطلع الروح، بنته جايبه له شوية مية، لا مش عارف، عايز يتكلم مش عارف. فاللحظة دي يا اخوانا واللحظات دي وان كان ثواني، ولكن الثواني دي الحسابات بتاعت الدنيا والدقايق والساعة والحاجات دي كل ده بقى خلاص بقى اتنسى. في حسابات تانية، بيشوف حاجات تانية، فمهما هيوصف مش هيعرف. فهذه الآية لها هزة في القلب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شوف كل حاجة بقى وهو قاعد كده والروح بتخرج، الناس حواليه عياله واخواته مش عارف يتكلم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص. فيشوف بقى ايه؟ عالم تاني. اما ملائكة الرحمة، تلاقي سبحان الله الملائكة تنزل عليه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا. نسأل الله أن نكون منهم. والعكس بقى نسأل الله السلام. فالموت يا أخوانا بيهز القلب. لما تلاقي قلبك حجر كده وتلاقي قلبك صدى من كتر الذنوب والمعاصي، اقرأ سورة قاف، اقرأها بقلبك. لو قلبك ما تهزش اعرف ان في حاجة، واقراها تاني وتالت ورابع. احنا كلنا ما يعلم بنا الا ربنا، ده احنا ماشيين بالزق. اقعد جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوفانا وهو راض عنا. اللهم توفانا وانت راض عنا يا رب العالمين. ربنا توفانا وانت راض عنا. ربنا توفانا على التوحيد، واحشرنا موحدين، واحشرنا مع أهل التوحيد وإمام الموحدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.